زعلان ما بيعرفش يعطي، لانه دايما مستني ان الناس تجبر بخاطره وتصالحه، وحاسس ان الناس ما تستحقش لان انا موجوع قوي، عكس اللي عايش في وسط الناس حاسس انه في نعمة كبيرة ان فلان وفلان الخطائين اللي بيغلطوا بني ادمين زي ما هو خطاء، بس نعمة ان في حد جنبي وحبيبي وبيحاول يبقى كويس معايا وبيغلط زي ما انا بغلط انا كمان. منابع الخير بتجف بسبب سوء الظن والخوف من اذية الخلق. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك ما تستمعش لسوء الظن اللي بيخلي كل الناس مشتبه فيهم. قال اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. ما تصدقش ظنونك دايما، في بعض الأوقات محتاج تحسن الظن، لأن حسن الظن ده اللي بيخلي منابع الخير والعطاء والجمال واللطف في العلاقة تبدأ تطلع في معاملتك ومن قلبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة والروتين بقى، يعني والله مش عارفة اقول روتين ايه ده. لا ده مش روتين، ده يعني حاجة كده جبارة. يوم كده من ايام السوق بقى، لما بيبقى الواحد يعني نشيط قوي كده وعنده باور وطاقة. اي نعم بيطلع على راسي في الاخر بفضل اشتغل كتير يعني في ورا بعضه، وبعد كده بقى بتعب وبقوم ايه قاعدة مرة واحدة. طبعا ما شجعكوش ان انتوا تعملوا كده، اعملوا حاجه وبعدين اتهووا وبعد كده ارجعوا ايه كملوا يعني. المهم انا صحيت بدري، عايزه اوريكم يعني الفيديو كده هيدخل معاكم، بس يعني هيمشي معاكم وهعرفكم ايه اللي حصل. اول حاجه، اللي بيدخل قناتي لاول مره ما اشتركش عندي في القناه يشترك على كلمه اشتراك وفعل زر الجرس على الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصله ويتفرج عليه ان شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، اتمنى لكم مشاهده ممتعه. واللي بيدخل عندي كده يحط لي لايك على طول، ما يستخسروش فيا، علشان طبعا هشجعه وهياخد طاقه كده وهتاخدي يعني طاقه وحماس كده وتقومي تخلصي اللي وراكي. بصوا تعالى اقول لكم على حاجه. دي كان عندي تمام، دي بلدي خالص يعني. كانت اختي ربنا يوسع عليها كانت بعتهولي تمام، وانا طبعا ما كنتش عارفه اعمل بيه ايه. لو جيت اعمل بيه قرص بصراحه كانت طلعت ايه، لان هو ده دي غله او قمح يعني، فطلع طبعا هو صحي وكل حاجه، بس طلعت القرص عامله اللي هي يعني سودة من جوه، مش اللي هي زي اللي احنا بنعملها. فانا قلت طبعا ايه، صاحبتي قالت لي ممكن ايه توديه فرن وبيتخبز وكده، فانا وديته فرن. عايزه اقول لكم ان العيش جه روعه ما شاء الله. هما كان طبعا كان عندي دقيق تاني، وحطيت عليه برضو دقيق ذرة، وحطيت برضو دقيق فاخر او اللي احنا بنشتريه يعني من بتاع الكيكات بقى والحاجات دي. المهم بصوا بقى العيش روعة ما شاء الله. طبعا هو كده اتخبز وجه. الكيلو بيتخبز ب5 جنيه ماشي، يعني مثلا على حسب بقى ما هم عندك كام كيلو بيتخبزوا. يعني يعني مثلا لو 5 كيلو ب25 جنيه وهكذا. بيجيلك بقى كده في الشنط زي ما انت شايفة. كل 10 أرغفة مع بعض في شنطة واحدة. طبعا بقى عايزة تخزنيه، عايزة تعملي اللي انت عايزاه. بصوا بيتفتح كده من جوه وحاجة جميل جدا ما شاء الله. ده كان بالليل تمام. تعالوا بقى ندخل وهوريكم برضو المواعين اللي كانت عندي. دي برضو كانت بالليل، كان عندي كمية مواعين بقالي يومين ما كنتش غسلت مواعين عشان انا كنت تعبانة. وايه اول طبعا ما ايه بدأت كده قلت ايه طب ماشي يلا كده هتشجع واقوم بقى ايه. عملت معاكم روتين امبارح، مسحت الشقة كلها. وتفضل عندي بقى الايه الغسيل، وتفضل عندي المطبخ تمام. تعالوا بقى ندخل ايه. طبعا زي ما بقول لكم اتفضل عندي الغسيل، قلت لكم انا ممكن اغسل العصر او اغسل ايه تاني يوم الصبح. طبعا جيت ادخل على الغسيل كده لقيت الغساله مش شغاله، واتضايقت والله العظيم الصبح. قلت يا نهار ابيض، طب الغسيل ده كله انا هعمل فيه ايه؟ طبعا المسحوق بتاع الغسيل انا بستخدم اريال جل، لقيت الاريال جل خلصان يعني ما عادش في الجيركن غير شويه صغيرين. فكده انا مش عندي غسيل او مسحوق للغساله الاوتوماتيك. المهم قلت هعمل ايه، احاول كده معاها. ففضلت احاول معاها لحد ايه الحمد لله ما اشتغلت. وايه وطبعا كان عندي غسيل كتير قوي، يعني عبال ما كنت هغسل كام دورة على الغسالة كنت هلاقي تكوم قده او اكتر كمان، لان انتوا عارفين طبعا في الصيف يعني ايه بنغير كتير. طبعا انتوا عارفين زي ما بقولكوا كده ان احنا في الصيف بنغير كتير قوي، احنا وولادنا وكده. فبالتالي طبعا بيتكون غسيل كتير، وطبعا مفارش السرير والحاجات دي. فالمهم اللهم صل على سيدنا محمد، الحمد لله الغساله اشتغلت وبدات اغسل الهدوم. بس انا قبل ما اغسل الهدوم ده كنت رحت الايه السوق، نزلت السوق الصبح هوريكم الحاجات برضو اللي انا جبتها. ما جبتش حاجات كتير يعني، وصرفت فلوس كتير على فكره. بس هو على فكره كده اللي ينزل السوق ما يعني ما ياخدش فلوس معايا بصراحه.
بتلاقي يعني انا كنت داخله، كنت نازله السوق عايزه مثلا طماطم وخيار، وعايزه مثلا خضار محشي وحاجات صغيره، يعني قولوا ممكن يتلموا مثلا ب 150 جنيه. انا صرفت 300 جنيه بقى، جبت سمك وجبت توم والحاجات دي، فلقيت بقى ايه، قلت ما شاء الله. او اكتر كمان، بيتهيألي كان معايا اكتر من 350 جنيه. بس طبعا هي حاجات في البيت يعني هتنفع، مش هتخسر وكل حاجه، بس بقول لكم يعني ان ما شاء الله دلوقتي الفلوس اصلا ما عادش ليها قيمه خالص يعني. تعالوا بقى ندخل على مواعين. كان عندي كمية مواعين يا جماعة، واقسم بالله يعني الله المستعان. طبعا دي طبعا عاملين يتكوموا لي بقال، دي طبعا برضو مواعين برضو مش نظيفة يعني، لسه هتتغسل. بس انا كنت حطيت كده شوية في الطبق ده يعني علشان اخف الايه المكان مع الحوض. هنا كنت مطلعة صلصة من الفريزر تفك، علشان طبعا لما اكون عايزة اطبخ ولا اي حاجة تبقى جاهزة. ماشي، كانت فكت طبعا هغطي العلبة دي واوديها التلاجة. وطبعا عندي البوتاجاز، وعندي يعني كان عندي حاجات كتير قوي يعني بصراحة، يعني أنا كانت عايزة تتعمل. دي الشوربة بتاعت الفرخة اللي هوريها لكم دلوقتي. وعندي البصل برضو ده كان عايز يتفرز. تمام. انا يعني عملته النهارده الحمد لله رب العالمين، بس مش هينزل معاكم في الفيديو ده لان الفيديو فيه حاجات كتير قوي، فسبتوه بقى للفيديو اللي بعده. نقيت البصل الصغير حطيته لوحده، علشان ده هحطه في التربو بقى ايه، هستخدم منه مثلا لو عايزه واحده للشوربه، عايزه واحده يعني ايه واحده صغيره هستخدم منه. الباقي ده كله بقى فرزته النهارده، قشرته كله وقطعته وفرمته في الكبه، ويعني حطيته في اكياس، هتشوفوه في فيديو تاني ان شاء الله. هنا بقى دخلت على كان الغسيل طبعا ايه خلص. انا يعني خلال الغسيل بغسل وبعمل حاجات تانية، يعني ايه مثلا بنشر، بروق مثلا اوضه بتبقى هي اصلا يعني مش محتاجه حاجات كتير، ان انا بعدل بس المفارش، بعمل اي حاجه كده. المهم يعني ان ايه كنت شايله برضو مفارش الركنه او الانتريه، وكنت بغسلها برضو. فكان الغسيل تقيل جدا والله العظيم، كان تقيل جدا بمعنى الكلمه، اللي هو انا عندي 4 بلكونات على الشارع كانوا مليانين يعني. فالله المستعان، ربنا يعيننا وقوينا. تعالى اقول لكم انا دخلت ايه، انا جبت ايه من السوق. جبت خضار محشي، والربطه الصغيره دي بقت ب5 جنيه عشان هو اصلا مش موجود دلوقتي. الطماطم هي حلوه ما شاء الله، كانت ب9 جنيه. تمام. دي كمثرى، كانت الكمثرى بكام؟ والله ما انا فاكره. كان الاتنين ب25، الاتنين ب25. والبطاطا كان البطاطا كانت الاتنين ب15. وبقول لكم ان انا جبت الطبق ده هو اللي استفدت بيه في السوق صراحه يعني. البوله دي جميله قوي، كنت جايبه اختها السوق من سوق فات كده. فلما لقيتها بقى هي مش غاليه ب15 جنيه، فقمت جايباها. جبت التوم ده بقى عشان انا التوم اللي عندي انا مفرزه توم اصلا، لكن علشان انا بستخدمه كتير يعني يعني خايفه ان هو يخلص عندي من قبل ما يعني ما يبقى عندي تاني، فجبت ده. التوم كان ب25، الكيلو ب25 جنيه. القتة كانت بكام؟ ب10. و... والملوخية كانت بالكيلو ونص ب10 أو حاجة زي كده. دي الحاجات اللي أنا جبتها يعني. وجبت سمك زي ما بقول لكم، السمك ب85 جنيه. بس في سمك يعني نوع مش أصلي بكام؟ ب60. إنما كان الحلو يعني، كان السمك ب80 جنيه، ب85 قصدي. تعال بقى اقول لكم، انا دخلت على المطبخ كان هو اصلا كان يقرف بصراحه والله العظيم. طبعا زي ما شفتوا المواعين اللي فيه كانت مواعين كتير. و... وطبعا احنا عمالين بقى ايه اللي يدخل والزباله كان اعزكم الله كده يعني نزل فيها ميه وكده، فبقت المكان لا ما عادش مستحمل خالص. انا بقى قمت غاسله طبعا زي ما وريتكم كده، غسلت كل المواعين رجعتها ورا. فضيت الحوض خالص. دخلت بقى على المطبخ كده زي ما انتم شايفين، بغسل اللي هو ايه ضرفة المطبخ نفسه. دي طبعا القطعة اللي بتبقى في الارض، فبيبقى بقى ايه مثلا بغصب عني الواحد مثلا ممكن يحصل لها حاجة يعني تبهدلها او كده، فانا بقى بقوم غسلها بالاسبونش عادي اكنها زي الطبق كده يا جماعة. وبنزل ومثلا بالمية، بصوا دي احلى حاجة. ولا تقولي لي بقى بخاخة ولا تقولي اي حاجة، يعني هي كده انت بتغسلها بالمية يعني اكنك بتحميها كويس يعني. المهم انا كده خلصت المطبخ، طبعا هعمل كل بقى المطبخ زي كده. المهم هنا بقى زي ما غسلت برضو البوتاجاز واهي زي ما هيجي معاكم، وغسلت القطعه التانية وغسلت البوتاجاز من فوق. المهم ان انا اديت المطبخ النهارده ما شاء الله مسحه جميله قوي. انا فرحانه بيها يعني والله العظيم، رغم بسجل لكم الفيديو بعد تعب يوم طويل.
لكن انا فرحانه برضو عملت الحاجات دي، كانت مطلوبه مني ان انا اعملها، وكل يوم ااجل فيها اقول مش قادره، يعني النهارده تعبانه، بكره مش عارفه ايه، بكره هعملها. المهم ان انا عملتها وارتحت الحمد لله. وانتي كمان لو عندك اي حاجه ولسه ما عملتهاش استعيني بالله كده، وقومي ان شاء الله ربنا يعني يعينك وتعمليها وتخلصي كل اللي عندك. ماشي. هنا بقى جبت الارض وجبت المقشه وهكنس بقى، يعني انا كنست الارض، لكن عندي ضرفه المطبخ دي ما يعني يعني ايه اتكسرت، فانا هبقى اعملها ان شاء الله. جبت المقشه بقى، المقشه ديت انا خصصتها بس ان انا بمسح بيها، يعني التانية بكنس بيها بقى. ودي بقى في اي مسح ولا اي حاجه بقوم ايه جايباها بقى ادعك بها الارض وكده. المهم كده انا هادعك كده الارض، بس انا عايزاكم تصلوا على النبي، ما قلناش الحاجات دي من زمان وما شجعتكوش. قولوا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اعنا ولا تعن علينا، اللهم من اراد بنا سوءا رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بنا شرا فاشغله بنفسه ويا رب العالمين. المهم كده الفيديو يا جماعة أنا مشجع جدا، عايزة منكم بس حاجة صغيرة قوي، عايزة اللايك واشتراك لو انت ما اشتركتش، وعايزة كمان تعملوا شير لقرايبكم واصحابكم عشان يتفرجوا على الفيديو. عايزه اقول لكم بقى انا غسلت الحمام والمطبخ، وبصوا بقى السيراميك، يعني هو ما كانش كده خالص، انا ما كنتش داخله وهو كده، ده انا كنت داخله وهو استغفر الله العظيم كان حاجه وحشه قوي يعني. لكن الله المستعان خلصناها طبعا. بصوا رجلي عماله تظهر بقى، يلا مش مهم. هنا بقى نشفت المطبخ خالص وغسلت سله الزباله، ورجعت كل حاجه كده مكانها. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا برضو كنت شايله السجاده دي عشان الميه بتيجي من المطبخ تيجي هنا عند الحمام. وكنت عملت الغدا بقى، عملت بطاطس وعملت رز وعملت ايه الفراخ، تعالوا هوريكم بقى الفرخه عادي يعني اللي هو ايه، فراخ محشيه، الفراخ اللي هي بتبقى الفراخ اللي هي مش بصوا مش تسمين، فراخ امهات يعني. عادي بنحشيها رز وبصل وحاجات من دي. حطيت برضو في الحله جزر وطماطم وفلفل وورق لوري وفلفل اسود، هنزل فيهم قصدي الفرخه. وزي ما شفت الشوربه كده معايا في اول الفيديو، كانت الشوربه ما شاء الله حاجه روعه. انا اتمنى كده ان انتوا تحطوا لي اللايك على طول، يعني من قبل ما يعني ما نخلص الفيديو ويعني والفيديو يخلص. ويصلوا على النبي وتعملوا ورد كده من القرآن، وكل اللي نفسه في حاجة يدعي ربنا وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحققها له. أشوفكم على خير، سلام عليكم.